السلام عليكم. في مارس عام 2010 وصلت طائرة خاصة من مطار أبو ظبي إلى مطار سقطرى، وهي تحمل شخص اسمه محمود فتح الله آل خاجة، وهو مندوب لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. وفعلا مع مرور الوقت قدر محمود انه يوصل للاهالي عن طريق اللي هو دخول بيوتهم ويشوف احتياجاتهم والنواقص عندهم، فكون له حاضنه شعبيه كبيره. وبعد ما انتهى من تقديم الهدايا او السلال الغذائيه او المساعدات للشعب، كان هدفه الرئيسي او الاساسي هو التعرف على موظفي الحكومه والناس المسؤولين في سقطرى. وبعد ما ذاع صيته شعبيا، كانت هذه الخطوة هي اللي راح توصله للمسؤولين، فبعدها بدأ يلتقي بالمسؤولين، خصوصا مسؤولين الصحة أو حتى في الحكومة أو في البلدية، ووعدهم بأن أي نواقص عندهم في سقطرى راح تتكفل فيها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية. فقدم لهم سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة وأيضا محطات توليد الكهرباء وحتى الطرق والإنشاءات جميعها، قال بأن المؤسسة تتكفل فيها. وفعلا كان يتردد ويروح لأبو ظبي ويجي، وبعدها كانت علاقته مو زي أول زيارة له في مارس 2010. بعدها صار يعني الناس تترقب بس متى يجي علشان يقدم المساعدات الشعبية والرشاوي الحكومية. المساعدات الشعبية بدأت تنقص شيء فشيء، لأن كان الهدف الأساسي هو أنه يوصل للناس المسؤولين في الحكومة لهدف راح نقول نعرفه لاحقا. وكان ذراعه اليمين واللي يساعده في هذا المهام، لأن هذه المهام وراثية ما هي يعني على الكفاءة. فكان معه ولده طارق، ولده طارق هذا هو المسؤول عن مؤسسة خليفة بن زايد اللي يبني مستشفيات في الصومال أو حتى في سريلانكا وفي مقاطع كثيرة يعني له. وبالمناسبة هذا طارق هو مالك قناة غنوة، مواليد الثمانينات والسبعينات يعرفون قناة غنوة اللي كانت في منتصف الألفينات، وعد الله يبيحه ويحلل اللي كان يرسل تحت الكنترول. المهم ان هذا طارق هو المسؤول عنها، فما شاء الله متعدد، يعني تلقى يد تبني ويد ايضا تدعم الكنترول. ويمكن الرسائل اللي تجي من هناك كانت تدعم فيها مستشفيات وتدعم فيها طرق. المهم ان هذا طارق كان يرسله ابوه بشكل كبير، اذا كان ما يقدر يجي اللي هو محمود فتح الله هذا آل خاجة، يرسل ولده طارق آل خاجة. وطارق آل خاجة كان هو المسؤول عن يعني الملف اللي مع البلديات واللي مع الناس المسؤولة عن المحميات، بهدف شراء هذه المحميات بشكل سري. فعلا كانت مهمة طارق ناجحة. فبعد عرض الخرائط عليه من حكومة سقطرى، شاف محمية دكسيم وشراها. طبعا هو ما يعرف وش محمية دكسيم، ولكنه مكلف بأنه يشتري محمية دكسيم ومحمية راس قطينان، وهذه مهمة راس قطينان بعدين راح أعلمكم ليش مهمة. وثالثا جزيرة اسمها جزيرة عبد الكوري. وفعلا تم تسوير هذه المحميات الثلاثة بشكل كامل، ومنع أي أحد من أن يدخلها سواء عسكري أو حتى مدني. وبكذا نكون انتهينا من المرحلة الأولى لاحتلال سقطرى. أنا موزعها على مراحل، وهي فعلا كانت المراحل بهذا الشكل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة محمود آل خاجة وولده والأشياء اللي ذكرناها، اللي هو تقديم المساعدات أول الشعبية، ثم الرشاوي الحكومية بهدف شراء المحميات الثلاثة اللي قلنا عليها. وهنا ننتقل للمرحلة الثانية اللي كانت الأصعب في عام 2018. فتم استبدال محمود آل خاجة بضابط أمن دولة إماراتي، وطبعا كلها تحت مؤسسة خليفة الإنسانية، وهذا الضابط اسمه خلفان مبارك المزروعي. فبعد وصول ضابط أمن الدولة هذا، انتقلت العملية من عملية ترغيب إلى عملية ترهيب. فلا بد من بسط القبضة الأمنية بشكل كبير على أهالي سقطرى والمناوئين والمعارضين لبيع المحميات، لأن صارت بعض المظاهرات وبعض الكلام أن كيف تباع مثل هذه المحميات وتسور وهي محميات طبيعية مصنفة من اليونسكو. ولكن خلفان المزروعي جاي بمهام واهداف معينه، اولها اللي هو بناء قاعده عسكريه بالمحميات اللي قلنا شروها، اللي هي راس قطينان ومحميه دكسيم وجزيره عبد الكوري. فبنى المحميات العسكريه والمطارات بشكل كامل، وايضا بنى سجن جديد اسمه السجن الابيض، وعين عليه شخص من اهالي سقطرى اسمه مصلح الذرحاني. وهذا مصلح كان له اهداف بانه يعتقل ويسجن اي احد يعارض حكومه الامارات او ممثل حكومه الامارات في سقطرى. هذه اثنين من الجوانب اللي تخص الأمور العسكرية. الثالث الآن يخص الأمور أو القوى الناعمة. فتم تعيين شخص على مصرف اسمه مصرف البسيري، ويعرفونه الأخوان في اليمن أو حتى في جنوب اليمن تحديدا. فتم تعيين شخص على هذا المصرف بحيث تجي الحوالات من أبو ظبي، حوالات مشبوهة، ويتم سحبها وإعطاها للميليشيات والقيادات من عيدروس الزبيدي وانت نازل. فهذه المهمة الثالثة اللي كانت عند خلفان المزروعي. ثالثا هو في برنامج كان جديد لتحسين صورة مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية أو الهلال الأحمر الإماراتي. فكان في برنامج اسمه قلبي اطمأن، عينوا عليه شخص وكان يعرض على قنوات كثيرة، وأبرزها كان بدأ يعني من قناة أبو ظبي. فكانت بدايته من جزيرة سقطرى على أنه يقدم المساعدات اللي كان يمشي فيها محمود آل خاجة بالبداية، ولكن هذه المرة بشكل مصور. وهذا البرنامج كان يقوم بشخص غيث، وهو اسم رمزي يعني للغيث، وهو شخص اسمه أو إعلامي اسمه محمد الفرجاوي. يعني هذه صورته اللي أعلن عنها، مو مهم الموضوع، ولكن
هذه من ضمن المهام علشان تصليح الصورة ويكون في قوة ناعمة غير أول نقطتين اللي هي الأمور العسكرية. ومع مرور الوقت والبطش الكبير اللي كان يقوم فيه مبارك المزروعي، وصل به الأمر إلى أنه يلغي احتفالات 14 أكتوبر، وهي احتفالات بطرد البريطانيين من حضرموت. فمنع رفع العلم الجنوبي أو حتى رفع العلم اليمني، فقط يرفع العلم الإماراتي ويحتفل في 2 ديسمبر اللي هو عيد تحرير أو عفوا عيد توحيد الإمارات. فمنع الاحتفالات الخاصة أو المحلية لجزيرة سقطرى. فبدأ الاحتلال يبدأ بهذه الطريقة، فقط الاحتفال في العيد الوطني الإماراتي بالإجبار للأهالي. وهذه أحاديث كثيرة إعلامية بدأت تتكلم عن هذا الموضوع، مو مجال الآن أني أحطها. ومع تفاقم وتزايد هذه الإجراءات التعسفية اللي كان يقوم فيها خلفان المزروعي، واللي مثل ما قلت وصلت بأنه يطمس الهوية أو عيد طرد البريطانيين من جزيرة سقطرى وإجبارهم على الاحتفال بعيد التأسيس الإماراتي ورفع العلم الإماراتي ومنع رفع العلم الجنوبي، هنا اندلعت مظاهرات بعدها بأيام، وقام اليد أو الذراع القذرة اللي هو مصلح الذرحاني مدير السجن الأبيض باعتقال العديد من أبناء منطقته وأبناء المهرة أو حتى حضرموت أو حتى المحافظات البقية اليمنية. فقام باعتقالهم وتعذيبهم وقتل ناس كثير بالسجون، وطلعت بعض التقارير الإعلامية مؤخرا. وكل ما زاد عدد المعتقلين زاد عدد المتظاهرين في الشارع، الوضع اللي خلى الحكومة الشرعية تتدخل وتطلب من حكومة أبو ظبي أنها تسحب خلفان المزروعي لتفاقم الأحداث. وهنا سوت حركة أو خطة استراتيجية لحكومة أبو ظبي، واستبدلت خلفان المزروعي بشخص مدني، يعني أن هذه الانتهاكات وأن خلفان المزروعي راح يعاقب، وأن هذه الأشياء اللي كان يسويها يعني كان فيها بعض التجاوزات. فرجع خلفان المزروعي بشكل مفاجئ، ولكنه ترك في سقطرى زوجته اللي تزوجها من سقطرى، ولده اللي بارك وخلاهم سقطرى وراح هناك، لأن مثل ما قلت المشروع تستبدل الأشخاص وتهدى الأمور، بعدين نرجعك يا خلفان إلى مهامك اللي قمت فيها ونجحت فيها. أيضا استكمل خلفان المزروعي قبل لا يمشي بعض القرارات اللي سواها، فتم تكليف محافظ اسمه رأفت الثقلي، وكان يسوي عيد وطني كل سنة. اسم هذا المهرجان أو العيد اللي كان يقام في محمية دكسيم هو أمير سقطرى، وهذا المؤتمر معروف. طيب إيش معنى هذا المهرجان أو هذا الاسم اللي هو أمير سقطرى؟ في عام 2024 كان أمير سقطرى اللي تم تكريمه أو الرئيس الفخري هو مبارك خلفان المزروعي، ولده من زوجته السقطرية. تخيلوا كيف، يعني خلص صارت إمارة بشكل رسمي، وخلفان المزروعي نصب ولده أمير لهذه المحافظة. المهم أنه تم استبدال خلفان المزروعي بشخص اسمه سعيد الكعبي على أساس أنه مدني، وهم كلهم ضباط أمن، وجلس إلى فترة هناك حتى نصل لأغسطس 2020، واللي تم فيها توقيع الاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل وتطبيع العلاقات بشكل مباشر، وأصبح اللعب على المكشوف. وهذا تكلمت عنه في حلقة سابقة اللي هو مشروع برنار لويس، اللي يعني شاف الحلقة أو اللي ما شافها ومهتم يشوفها هناك بالتفصيل. وأول قرار بعد التطبيع مع إسرائيل اللي هو تعيين سفير للإمارات في إسرائيل. من هو هذا السفير؟ تعرفون محمود فتح الله آل خاجة اللي بدينا فيها الحلقة، الشايب اللي كان يسافر على أساس أعمال إنسانية. ولده محمد هو أول سفير للإمارات في تل أبيب، وكان ينفذ مشاريع زي أخوه طارق اللي هو كان رئيس قناة غنوة، ينفذ مشاريع عند الكنترول ويروح ينفذ مشاريع في أفريقيا للتقسيم لمشروع برنار لويس. وأبرز مهمة قام فيها محمد آل خاجة، غير موضوع آخر يمكن إذا بغيتوه في حلقة قادمة راح أتكلم عنه، اللي هو شراء البيوت في بيت حانون أو في الضفة الغربية بهدف أو تحت ذريعة أن تجار إماراتيين يشترون هذه البيوت، ولكن للأسف تم استيطان إسرائيليين فيها. هذه إذا حبيت نتكلم عنها في حلقة مستقلة، أنا الآن بس بركز على الموضوع اللي في سقطرى. فكانت أبرز مهمة لمحمد آل خاجة في تل أبيب اللي هو التعاقد مع شركة إيلتا الإسرائيلية، واللي تعنى ببناء الأبراج والشبكات والرادارات وعمليات التجسس بشكل كبير. المهم أن التقى في مالك الشركة في نهائي كأس إسرائيل، وخذتهم هذه الصورة الموجودة بجنبه اللي هو ديرور بار، وهذا هو المالك أو الرئيس التنفيذي لشركة إيلتا. وفعلا تم التوقيع مع شركة إيلتا الإسرائيلية تحت ذريعة اللي هو حماية البيئة وتتبع عملية الطقس. وكانوا الفنيين اللي المفروض يسافرون لسقطرى وتحديدا لراس قطينان اللي قلت لكم عنه في البداية الهدف منه، لأنه هو أعلى نقطة جبل أو أعلى مكان ممكن أنه تحيط فيها الرادارات. فكان هذا الهدف من محمية محمود آل خاجة اللي شراها على أساس أنهم تكون هذه المحمية تركب فيها الأبراج. وكان الهدف أن شركة
عائلته هي اللي تركبه، وفعلا سافروا تحت غطاء فنيين فرنسيين أو حتى من جنسيات آسيوية يدخلون إلى جزيرة سقطرى، وتم بنائها تقريبا في 8 أشهر برادارات وأجهزة تجسس، وتم الكشف عنها بعد 4 سنوات ونصف في يناير عام 2026 تقريبا قبل يومين أو 3 أيام، وجدوا أن في مجسات غاطسة وتكشف الرادارات والغواصات، وشغل يعني استخباراتي كبير للأسف. وفي مايو عام 2023 أعلنت حكومة أبو ظبي عن إطلاق مبادرة صحية اسمها مبادرة الجينوم، وهي مبادرة تختص في المشكلات الوراثية وطريقة حلها، وقالوا أنهم يأخذون عينات من المواطنين علشان يعني معرفة أمور وراثية كثيرة. وكان المسؤول عن هذه المبادرة ميدانيا الدكتور أحمد العوضي. وبالمناسبة الدكتور أحمد العوضي له شقيق إعلامي إماراتي مشهور اسمه محمد نجيب، يعيش على اللحايس ويقتات على مسألة الشعبية السعودية بين الأندية ويضرب النصر بالهلال، وللأسف لاقي لهم مقرد يمشون وراه. محمد نجيب اسمه محمد حسن عبد الخالق عواضي، وهذا أخوه أحمد العوضي. فأحمد العوضي مسؤول عن فريق بعد ما أخذ العينات الكبيرة من الإمارات قرروا بما أني مثل ما قلت سقطرى صار فيها مهرجان اسمه مهرجان أمير سقطرى، فتعتبر الآن إمارة موجودة من ضمن الإمارات وهي ثامن الإمارات زي ما يقولون. هذا الكلام أنا ما أقوله ولا كلام إنشائي ولا اتهامات باطلة، هذا الفيديو النادر لهذه اللجنة اللي جاية من مؤسسة خليفة الإنسانية. شوفوا هذا الرجل وش يقول، والصورة أبلغ من الكلام، بحيث أنهم يعني خلاص أصبحت الآن سقطرى محافظة إماراتية بالكامل. أولا لا يسعنا أن نجد هذا الجمع والحشد من جزيرة سقطرى، وأكد لكم بإذن الله أن أهل سقطرى سيكونون جزء من الإمارات، ويستحقون هم الجنسية بدون ما طلب، هم أصلا منذ القدم ونحن وياهم. شرف. ثانيا، وما اكتفت أبو ظبي بهذه الأفعال اللي هو أخذ المحميات وبناء القواعد العسكرية، وانتهاء بوعود لأهالي سقطرى بأنهم راح يمنحون الجنسية الإماراتية زي الفيديو اللي عرضناه قبل شوي. وفي منتصف عام 2025 رفعت اليونسكو تقريرا إلى الهيئة الأمم المتحدة للبيئة تطلب منها التدخل علشان موضوع شجرة دم الأخوين اللي تم اقتلاعها بشكل كامل وسرقتها إلى أبو ظبي بطرق مختلفة. وهذا فيديو يعني يدل، أو هذا دليل آخر مصور على أن هذه الأشجار تم اقتلاعها يعني على مراحل مختلفة وبسنوات كثيرة. لا هانا وكفى. ها اليوم بيشلوا الشجر من سقطرى، اليوم قلعوا الشجر من سقطرى. الإمارات بتنهب اليمن، الإمارات بتنهب اليمن يا شعب اليمن. اصحوا اصحوا اصحوا، مش وقت الخلافات، مش وقت الحزبيات، مش وقت التحابشة، مش وقت الحراكة، مش وقت هذا. للأسف بعد هذه الممارسات الممنهجة اللي ما بقت لا حجر ولا شجر، قررت اليونسكو بأنها تزيل محمية دكسيم من ضمن المحميات الطبيعية على مستوى العالم. في الختام اسمحوا لي أني أطلب طلب بسيط أنا ما طلبته قبل اللي يتابعون فيديوهاتي القديمة، اللي هو طلب اللايك والسبسكرايب والاشتراك، ولكن هذه المرة أنا أطلبه متعمدا لأن صارت في حملة بلاغات على حسابي، وجتني يعني أو جاني بلاغ في 19 يناير من دولة خارجية ما بأتكلم عنها، يعني كانت تتكلم على حلقة الأديان، ولكن يعني قيدت الحساب شوي وقيدوا الحساب اللي هو إدارة يوتيوب ثم رجعوا فيه. فاللي يساعدني على نشر مثل هذا المقطع او ان هذه البلاغات يعني ما تنال من حسابي اللي هو اللايك والسبسكرايب، وايضا المشاركه بالتعليق اذا جازت لكم وعجبتكم الحلقه. ومثل ما قلت اذكركم اذا كنتم تبون حلقه في موضوع اللي هو الاستيطان الموجود في تل ابيب، او حتى عفوا الاستيطان الموجود في الاراضي الفلسطينيه المحتله البقيه من الضفه الغربيه الى بيت حنون الى غزه، فاكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله اني راح ارتب لكم حلقه تعجبكم اذا اعجبتكم مثل هذه الحلقة. يعطيكم العافية واعتذر الإطالة. شكرا.